مساء الخير، اخباركم؟ اتمنى انكم تكونوا بخير وفي احسن حال. المهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون انتهى في دورته الثانيه في نيويورك ونيوجيرسي، اللي اقيمت في الفتره من 4 نوفمبر وحتى 6 نوفمبر. الدوره الثانيه شهدت فعاليات كثيره جدا، من حفل افتتاح حضر كبار نجوم السينما المصريه وعلى راسهم الدكتور الفنان يحيى الفخراني اللي احنا اطلقنا عليه عميد السينما المصريه، لما يملكه من خبرات وتجارب سينمائيه ودراميه واسعه، ويملك روح التاثير بملامحه الطيبه وبشاشته وثقافته وفكره واتساع افقه في اشياء كثيره جدا. فهو واحد من الفنانين المثقفين والفنانين الراقيين الذين يتمتعون بشعبيه كبيره، ولهذا كان يستحق عن جداره ان يكون هو عميد السينما المصريه. من ضمن فعاليات حفل الافتتاح ايضا تم منح الفنانه الجميله الكبيره إلهام شاهين لقب سفيرة الفن العربي. ليه لقب سفيرة الفن العربي اللي احنا اسسناه في هذه الدورة؟ لأننا ننظر إلى فنانينا الكبار أنهم سفراء للفن، سفراء للثقافة، أكثر تأثيرا وأكثر رقيا وأكثر مواجهة لقضايا المجتمع، وأكثر ثباتا في توصيل الرسالة، وأكثر هوية وحفاظا على الثوابت الفنية والقيم التي ترتقي بمجتمعاتنا وبشعوبنا. من ضمن فعاليات أيضا المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون تم تكريم المخرج الكبير برنس السينما المصرية، المخرج هاني لاشين. هاني لاشين واحد من كبار مخرجي السينما المصرية، والذي نجح وقدم مع الفنان العالمي عمر الشريف فيلمين من أبرز أفلامه، وهما أيوب عن قصة الرائع نجيب محفوظ، وأيضا فيلم الأراجوز مع الفنانة الكبيرة ميرفت أمين. ومن ضمن أيضا الفعاليات المهرجان احنا ربطنا ما بين العلم والفن، العلم والفن في نظرنا كمهرجان وكفكر ان العلم والفن وجهان لعملة واحدة. الفن هو اللي بيبني الجسور وبيبني التواصل وبيصنع التأثير، والعلم هو الذي يمهد الطرق ويبني الأساس والثوابت اللي بتنهض عليها الشعوب. فكان من ضمن فعاليات هذه الدورة تكريم واحد من العلماء كضيف شرف المهرجان، وهو العالم الجليل الدكتور محمد عطله نائب رئيس جامعة نيويورك. في اشياء كثيره جدا في المهرجان اللي احنا كنا بنهدف فيها في هذه الدوره، وبنحاول ان نوصل لاعلى مستوى من خلال التفاعل والتواصل مع الجاليات العربيه والجاليه المصريه، وفتح افق تاثير وجذب واستخلاص جمهور جديد نقدر نقدمه، جمهور يؤمن بالفن والفكر والثقافه. ولهذا فالمهرجان في هذه الدورة كرم أيضا المخرج الكبير يوسف أبو سيف. يوسف أبو سيف واحد من كبار أيضا مخرجي السينما المصرية، وهو واحد من دفعة المخرج الكبير هاني لاشين في المعهد العالي للسينما، وقدم أعمال جليلة ومتميزة لما يحمله من أفق وفكر متسع، وقدم أعمال سينمائية متميزة. المهرجان أقيمت فعالياته عبر 3 أيام. اليوم الأول كان حفل الافتتاح، اليوم الثاني كان عروض الأفلام. عروض الأفلام احنا وصلنا في المهرجان أفلام من 22 دولة، أكثر من الدورة الأولى ب 11 دولة. جات لنا الأفلام من 22 دولة ما يقرب من 350 فيلم. يوم الفعاليات المهرجان تم عرض 25 فيلم ما بين روائي طويل وروائي قصير وفيلم من افلام تسجيليه وسينما موبايل ومشاريع الطلب. وكنا اخترنا الافلام التي صعدت الى النهائيات اللي بتقيمها لجنه التحكيم برئاسه المخرج هاني لاشين، ومعه نخبه من الشخصيات على راسهم السيناريست المتميز عاطف بشاي، ومهندس الديكور عبد الله خليل، ومعهم مدير التصوير السينمائي اسلام عبد السميع، وايضا الدكتوره ايمان يونس وكيل المعهد العالي للسينما.
وطبعا من ضمن الشخصيات اللي كانت موجوده في لجنه التحكيم الفنانه إلهام شاهين والموسيقار راجح داوود. طبعا اعتذرت الفنانه إلهام شاهين لوجود فيلم لها اسمه حظر تجول في مسابقه الافلام الروائيه الطويله. ونفس الامر اعتذر الموسيقار راجح داوود لوجود فيلمين، فيلم كان لك معايا في الافلام الروائيه القصيره وفيلم بره المنهج للافلام الروائيه الطويله. وقبلت لجنه التحكيم اعتذار العنصرين الفنانه إلهام شاهين وراجح داوود اعلاء لمبدا الشفافيه في اختيار الافلام المشاركه وفي تقييمها، ولهذا جاءت جميع النتائج منصفه ليست فيها شبهه مجامله وليست فيها شبهه انحياز لوجود اللجنه التي انعقدت واصدرت النتائج من 5 اعضاء باستثناء الفنانه إلهام شاهين والموسيقار راجح داوود. كانت عروض الافلام 25 فيلم في الفعاليات، واقيمت ندوه جماهيريه كبرى في نهايه اليوم كان ضيفها الدكتور الفنان يحيى الفخراني الذي تحدث عن مسيرته الفنيه الطويله واهم اعماله، ودار حوار كبير ما بين الجمهور وبين الفنان الكبير بصحبه الفنانه إلهام شاهين والمخرج هاني لاشين. انتهت فعاليات المهرجان يوم الاحد طبعا بكثير من المفاجآت اللي تمت في يوم الختام، منها تقديم لمسة وفاء لأربع من الشخصيات المهمة جدا اللي خدمت في المهجر وقدمت خدمات جليلة للجاليات المصرية والجاليات العربية. منهم الإذاعي القدير باهر شعراوي، ومنهم السفيرة سهير زكي قنصل عام نيويورك السابق، ومنهم ايضا الدكتور ماجد رياض وهو واحد من الشخصيات الوطنيه التي خدمت مصر في كثير من المحافل، واخيرا الدكتور احمد جابر مؤسس الجمعيه العربيه الامريكيه بنيويورك. طبعا انا كل لمسه الوفاء كانت مخصصه ليهم ايمانا منا كاداره مهرجان بقيمه الناس التي اعطت، وتكريسا لمبدا الوفاء والانتماء والإخلاص في العمل والإيجابية المطلقة في خدمة الجاليات العربية. انتهت فعاليات اليوم الأخير اللي هو الختام بإعلان النتائج، وكان مجملها نتائج إيجابية جدا في الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية وسينما الموبايل ومشاريع الطلبة. وشجعت لجنة التحكيم على وجه خاص الشباب، ومنحت العديد من الأفلام المشاركة لتقارب المستوى وتقارب المنافسة ما بينهم شهادات تقدير مختلفة، إيمانا منهم من ضمن حيثيات هذه الجوائز دعم الشباب ودعم أعمالهم الإيجابية. فلكم أن تتخيلوا أن النتائج كانت متقاربة والأفلام كانت متقاربة المستوى في التقييم، ولهذا تم اختيار جائزة خاصة من لجنة التحكيم وشهادة تقدير أيضا من لجنة التحكيم، ولهذا كانت النتائج بتحمل نوع من أنواع مكافأة الشباب ومكافأة الأفلام المتميزة وتقديرا لهم. وعلى سبيل المثال لا الحصر وهنعلن النتائج كاملة على الصفحة الرسمية للمهرجان. فوز فيلم بره المنهج للفنان الكبير ماجد الكدواني بجائزة أحسن ممثل، الفنانة إلهام شاهين بجائزة أحسن ممثلة عن فيلم حظر تجول، وفيلم سعاد فاز بجائزة أحسن فيلم من الأفلام الروائية الطويلة. وكثير من الجوائز التي منحت الأفلام الروائية سننشرها تباعا بشكل توصيفي أدق على صفحة المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفيلم. انتهت الدورة وانتهت النتائج، وانا بشكر كل صناع الافلام اللي شاركوا، وبشكر كل اللي فازوا بجوائز مختلفه في الاقسام الخمسه من المسابقه الرسميه. وان شاء الله الدوره القادمه الدوره الثالثه 2023 ستشهد ايضا مفاجات كثيره ومزيد من الدعم ومزيد من المسانده لشبابنا العربي وشبابنا المصري وكل المبدعين في الوطن العربي. المهرجان كان من ضمن اهدافه الاساسيه مد جسور التواصل ما بين الجاليات العربيه والجاليه المصريه، مد جسور تواصل ما بين الفنانين والوطن الام، نشر الفكر والثقافه والحفاظ على الهويه والتاريخ والثوابت
الفنيه، اعلاء قيمه السينما المصريه بما تحمله من مردود ايجابي وتاثيري على الوطن العربي، تكريم الفنان، تكريم قيمه الفنان اللي منح عمره كله يسعد الجماهير ويؤثر فيهم ويسلك قلوبهم ويساعدهم ويعلم ويشكل اجيال مختلفه من الشعب. بشكركم جدا من مبنى الامم المتحده هنا، من اعرق مبنى، وانا اخترت الامم المتحده عشان اعمل هذا الفيديو خصيصا لعده اسباب. اسمها الامم المتحده، الشعوب المتواصله، الافكار المتجانسه، تبادل الراي وحريه الفكر وحريه الابداع وحريه التفكير، حريه انطلاق المواهب المختلفه. الامم المتحده حاضنه للشعوب، حاضنه للامم، ولهذا اطلقت هذا الفيديو من هذا المبنى العريق ايمانا بقيمه الفن، ايمانا بقيمه الشعوب، ايمانا بقيمه الانتماء والاخلاص والهويه والثقافه والتاريخ والثوابت التي ننهض عليها. الفن المصري والفن العربي هما وجهان لعمله واحده، والعلم والفن وجهان لعمله واحده، ولهذا بشكركم جميعا من هذا المبنى العريق، وسنلتقي قريبا باذن الله في احداث وفعاليات جديده للمهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون. شكرا لكم.